اشرح زمن المضارع البسيط. زمن المضارع البسيط. المضارع البسيط يعني البريزنت سيمبل تنس. البريزنت سيمبل تنس. زمن المضارع البسيط يعني بريزنت سيمبل تنس. المضارع البسيط يعني بريزنت سيمبل تنس. هي بريزنت سيمبل تنس. واحدة واحدة. بريزنت سيمبل تنس بيعبر عن ايه اصلا الزمن ده في البدايه خالص. زمن البريزنت سيمبل تنس بيعبر عن عادات او روتين، بيعبر عن عادات حاجات متعودين عن ان احنا بنعملها باستمرار، حاجات متعودين ان احنا بنعملها باستمرار. يعني بيعبر عن habits or routine، بيعبر عن habits او روتين. اهي we use it to talk about، بنستخدمه عشان نتكلم عن habits and routines. habits and يبقى بنعبر عن الجمله بتاعت الزمن المضارع البسيط دي انا بستخدمها عشان حاجه واحده بس، ان انا اعبر عن حاجه انا متعوده عليها او حاجه بعملها باستمرار او حاجه بعملها باستمرار. تمام. الفورميشن بتاعه بيتكون من ايه؟ بيتكون من ايه زمن المضارع البسيط؟ انا دلوقتي اما اشوف جمله في البريزنت سيمبل تنس هعمل فيها ايه؟ اول حاجه مع هي وشي وات او اي اسم مفرد ببدا طبعا الجمله بالسبجكت اللي هو هي او شي او ات او اي اسم مفرد. لو بدات الجمله بهي او شي او ات او اي اسم مفرد بضيف للفعل اللي بعده مباشره اس او اي اس او اي اس. بضيف للفعل اللي بيجي بعده مباشره اس او اي اس او اي اس. تمام. يعني انا بالنسبه لزمن المضارع البسيط البريزنت سيمبل تنس بنعمل ايه؟ احنا عرفنا خالص ان هو بيتكلم عن عادات او روتين، حاجه متعوده بس بعملها باستمرار او حقائق. فانا دلوقتي قلت تكوينه اول حاجه الفورميشن بتاعه بيكون ايه؟ هي او شي او ات او اي اسم بضيف للفعل اللي بعديهم اس او اي اس او اي اس. ازاي هنطبق عليها؟ عايزه اقول هو ياكل الغداء في المنزل كل يوم. هو يعني ده السبجكت بتاعي اللي بدأنا بيه. الفعل بتاعي ياكل ايت، ياكل ده الفعل بتاعي هزود له اس، هزود له اس بقت هي ايتس لانش at home every day. كملنا الجمله عادي جدا. يبقى انا دلوقتي هو تركيبه الزمن ده ان الفعل اللي بعده مع هي وشي وات بنزود له يا اما اس يا اما اي اس يا اما اي اس. طب بالنسبه بقى مع بقيه البروناونز بتاعتنا اي او يو او وي او زي او اي اسم جمع بنعمل فيهم ايه؟ لو بدا السبجكت بتاعي الجمله السبجكت اللي فيها اي يو وي زي او اي اسم جمع بنزل الفعل زي، يعني بنزل الفعل زي ما هو، يعني بدخل بيبقى في الانفينيتيف. انفينيتيف يعني في المصدر، انفينيتيف يعني في المصدر. حد بيرن عليا؟ انفينيتيف يعني في المصدر. انفينيتيف يعني المصدر، يعني بنزل الفعل زي برضه زي هي نفس الجمله. هم ياكلوا الغداء في المنزل كل يوم. هم يعني زي البروناون زي. قلنا هنعمل ايه؟ بننزل الفعل زي ما هو. هننزل ايت زي ما هو ولا نقول ايتس؟ ايت. هنقول يبقى زي ايت لانش ات هوم افري داي. يبقى انا عرفت الفرق. هو تكوين البريزنت سيمبل اسهل درس، يعني كل الناس تصعبه وتقول لا كبير وواسع والكلام، ما فيش الكلام ده. احنا دلوقتي قلنا مع هي وشي وات او اي اسم مفرد بنضيف للفعل اس او اي اس او اي اس. مع اي ويو وي وزي او اي اسم جمع بنزل زي ما هو، مفيش تغيير. في عندي بقى النيجاتيف ستيتمنت دي بالنسبه للافيرماتيف اللي هي الجمله المثبته. الجمله الايه؟ المثبته. بالنسبه بقى للنيجاتيف ستيتمنت الجمله المنفيه. الجمله المنفيه برضه هنبدا بالبروناونز بتاعتنا او السبجكت اللي هو هي او شي او ات او اي اسم هيجي لي بعده doesn't، هيجي لي بعده واي هي فين اي؟ نسيت اكتبها. اي ويو وي وزي او اي اسم جمع هيجي لي بعدهم دونت، هيجي لي بعدهم يبقى انا دلوقتي اي يو وي زي اي اسم جمع بجيب بعده. بالنسبه للنيجاتيف ان انا هعمل جمله منفيه، اهي هي شي ات اي اسم مفرد بيجي بعده
doesn't he she it أي اسم مفرد بيجي بعده doesn't I you we they أي اسم جمع بيجي بعده don't بيجي بعده بيجي بعده don't he she it أي اسم مفرد يجي بعده doesn't يجي بعده doesn't I you we they أي اسم جمع أستخدم don't هنقول اكزامبل عليها دلوقتي. عايزه اقول انا لا اذهب الى الخارج. انا يعني هيجي معاها don't ولا doesn't؟ don't يبقى I don't go outside. I don't go outside عايزه اقول برضو هي لا تخرج هي لا تذهب الى الخارج. هي يعني she هستخدم don't ولا doesn't؟ doesn't هستخدم بقت she doesn't go outside. she doesn't go outside يبقى أنا دلوقتي شرحت الجملة المثبتة والجملة المنفية. بالنسبة للجملة المثبتة اللي هي الأفيرماتيف بنعمل إيه؟ بنبدأ بالسبجكت. السبجكت I, he, you, we, they, it, she دي البروناونز بتاعتنا اللي إحنا عارفينها، أو أي اسم شخص حيوان اسم يعني. فأنا دلوقتي مع هي وشي وإت أو أي اسم مفرد قلنا في الجملة المثبتة بنزود للفعل اس أو اي اس أو مع يو وي وزي أو أي اسم جمع بننزل الفعل زي ما هو تمام. وبالنسبة للنفي قلنا مع هي وشي وإت أو أي اسم مفرد بستخدم doesn't بستخدم doesn't مع يو وي وزي أو أي اسم جمع بستخدم. don't في أي مشكلة في الدرس؟ لا ندخل بقى على الادفيربس اوف فريكوانسي يعني ظروف التكرار. اما اجي اتكلم عن حاجه اقول مثلا انا دايما بعملها، لا قليل ما بعملها، الكلام ده في عندي ادفيربس بنستخدمها دائما always دائما always دائما always دائما always عادة usually عادة usually عادة usually غالبا often غالبا often غالبا often احيانا sometimes احيانا sometimes احيانا sometimes نادرا rarely نادرا rarely نادرا rarely ابدا never ابدا never ابدا. never انا بستخدم الادفيربس دي في زمن البريزنت سمبل تنس، بستخدمها في زمن. في اي مشكله في اللي انا شرحته؟ لا. هنكمل بقيه الدرس الحصه الجايه.